ففي كل صرح لا يذكر فيه الثورة هو عار علينا. عاشت سوريا حرة أبية إن شاء الله. هذه المدرسة إن شاء الله ستعد جيل قوي ومتمكن لكي يقود ويسير بنهج النصر والقوة والثبات إن شاء الله. وأفضل الناس ما بين الورى رجلا تقضى على يده للناس حاجاته، حيث تتألف المدرسة من 24 غرفة صفية وتتسع إلى ما يقارب 1500 طالب. ستحتضن إن شاء الله طلابها مع افتتاح العام الدراسي القادم إن شاء الله. قال عليه الصلاة والسلام: مثل المؤمنين في توادهم وتعاطفهم وتراحمهم كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. لا يوجد في هذه المنطقة مدرسة. الطلاب يذهبون إلى أماكن بعيدة طلبا للعلم، ففي الصيف يعانون من الحرارة الشديدة، وفي الشتاء يعانون من البرد القارس. نحن ببناء هذه المدرسة سنخفف من معاناة أهلنا داخل المخيمات وفي منطقة كفر كرمين.